فيلمنا النهاردة بيحكي عن تاجر الموت اللي بيقدر يدخل حياة أي حد ينهيها، ولكن في وسط حكايته بتظهر علاقة حب بتغير مجرى حياته كلها. ومن غير ما نطول عليكم يلا بينا نبدأ فيلمنا النهاردة. بيبدأ فيلمنا واحنا بنشوف أخبار عن وجود موقع إلكتروني اسمه اعثر على شبيهي، وبيكون فيه أشخاص كتيرة قدروا يلاقوا أشباههم، في منهم اللي في نفس المدينة وفي منهم في مدن مختلفة. وبنروح لبيت عيلة سيدو وبنشوفه هو قاعد معاهم وبيتريق على أخته لأنها طول الوقت ماسكة الموبايل وفاتحة الانستجرام. وبنعرف من والدته إنه رافض فكرة الجواز نهائي، وبيجي لسيدو اتصال من خاله وبيتفق معاه إنه لازم يقابلوا العميل، وبيعرفه إن العميل ده عصبي جدا. وبيتقابلوا مع العميل فعلا، وأثناء ما بيتكلم معاهم بيشوف سيدو بنت جميلة وبيكون واضح عليه إنه معجب بيها لدرجة إنه كان هيقع من على الكرسي، والعميل طبعا لأنه عصبي مشي وسابهم. وبيبتدي من اليوم ده سيدو إنه يطاردها وبيروح وراها لأكتر من مكان علشان يراقبها. وبنكتشف إنها بتشتغل مذيعة راديو واسمها RJ أيشكا، وبيقرر سيتو يتقدم لها وفعلا بيروح للبيت عندها، ولكن بنشوف والدتها بتحذرها من إنها تعمل فيهم مقلب وبتوصيها، وطبعا هي مش بتسمع وصيتها وبتتفق مع طفل من العيلة إنه يحدف عليهم الكورة. والقهوة بتقع على خاله، ولما أهلها بيعتذروا بالنيابة عنها أهل سيتو بيقبلوا الاعتذار. وفي يوم بنشوف خال سيتو في الملهى وبيبقى غير متزن بسبب المشروبات اللي بيشربها، وفجأة بيقابل واحد وبيكون مصمم إن اسمه ماثيو وإنه اشتغل معاه قبل كده في مشروع أسماك لمدة سنتين. وبيتدخل سيتو وبيعتذر للشخص اللي شبه عليه، وبعدها بيقوله سيتو إنه مجرد تشابه وإن مفيش حد شبه حد للدرجة اللي تخليه يتلخبط فيه، وإنه أكيد غير متزن فعلا ومحتاج يفوق. لكن بيقاطعهم شخص من على ترابيزة تانية وبيقول لهم إن كلامهم كله غلط، وبيعرفهم إن في أشخاص كتيرة لقت أشباههم، وبيبدأ يعرفهم على الموقع اللي شفناه في أول الفيلم اعثر على شبيهي. وبيروح سيدو على البيت وبيدخل على الموقع وبيحاول يشوف شبيه ليه. في الأول مش بيلاقي وبيخرج وبيسيب اللابتوب، ولكن لما بيرجع بيلاقي شبيهه وبيتبسط جدا، لكنه ما كانش يعرف ان دي حقيقية لحياته. ومن اللحظة دي يا جماعة يا ريت تركزوا معانا قوي. وبيتصل بشبيهه في التليفون وبيكون اسمه مانجو، وبيكون باين عليه انه شخص محترم ومنمق في كلامه، وبيتفقوا يتقابلوا بعد شهر. وبنشوف سيتو هو نايم وبيجيله مكالمة من مايكل وبيقول له انه هو كمان شبيهه، وفعلا بيقوم وبيتأكد، ولكن بيكون باين على طريقة كلامه انه شخص غامض وجريء وعكس شبيهه التاني خالص. وبيتفقوا انهم يتقابلوا في اسرع وقت، وفعلا بيروح مع خاله عشان يقابلوهم، وبيتفاجئوا بالشبه الشديد اللي ما بينهم وبيقضوا وقت جميل مع بعض. ومن ناحية تانية بتكون الشرطة بتقتحم مكان بيبن روي واللي بيكون هو ده مايكل شبيه سيدو، وبنكتشف انه مجرم ومطلوب القبض عليه، وبيكون من كتر جرأته سايب رسالة للشرطة تقريبا كده بيشتمهم فيها. وبيقابل سيدو أيشكا في المدينة اللي بيكون موجود فيها، ولكنه كان بيتخيل. ولما بيروح للبيت بتبلغه والدته ان أيشكا رفضت طلبه ليها للجواز، فبيتصدم وبيقرر يروح يتكلم معاها، ولكنها بتعجزه وبتطلب منه انه اول حاجة يلف حول المنتزه 3 مرات، وبيكون طول المنتزه 7 كيلومتر، لانها تحب اللي يتجوزها يبقى عنده طاقة ما بتخلص. وتاني حاجة يهتم بالاطفال، وتالت حاجة يهتم بيها ويعمل لها كل اللي هي عايزاه، وبيكون بيشتغل واللي هو من الاخر كده عايزاه سوبر هيرو. ولما بيتكلم مع اشباهه بيقول له مايكل ان اكيد تجمعهم مع بعض حصل عشان يقدروا يساعدوه. وتاني يوم بنتفاجئ ان كلهم بقوا بنفس الشكل بالظبط، وبيتفقوا على ايشكا ويبداوا يزاولوها اكتر من مره، وبيتفقوا مع 3 حراميه انهم يسرقوا الحاجه بتاعتها، وكل واحد بيروح في اتجاه، وفعلا بيحصل كده. وطبعا ال3 بيمسكوا الحراميه، ولكن على اساس انهم شخص واحد، واللي في الوش اكيد بيكون مايكل. وبيرجع الحاجه لايشكا وبتقول له ازاي، وال3 مشوا في اتجاهات مختلفه، وبتبدا تعجب بشخصيته، وبيتكلموا في التليفون مع بعض وبيتفقوا يتقابلوا. ومن ناحيه تانية بيدخل مايكل الفندق، ولكن بيلاقي محقق الشرطه بيسأل عليه، ومحدش طبعا بيقدر يتعرف على الصوره اللي معاه لان هو بيكون غير شكله، ما عدا المحقق اللي بيشوفه وبيقدر يتعرف عليه كويس، وبيمشي وراه وبيراقبه. وبيكون مايكل عارف انه متراقب، واول ما بيحاول المحقق يضرب عليه رصاص بيلاقي مايكل جه وقتله وداس عليه برجله. واول ما بيوصل بيته وبنلاقيه
وبيلاقيه بيكلم حد في التليفون وبيقول له جه وقت تنفيذ الخطة. وبنروح لسيدو وهو مع ايشكا، ولما بيكونوا مع بعض بتعترف له انها حبته ومفيش مانع من الخطوبة ويتعرفوا على بعض اكتر. في نفس الوقت ده الشرطة بتلاقي جثة المحقق وبيبدأوا يبحثوا في الواقعة. وبنرجع من تاني لسيدو وبتتم الخطة بنجاح. ومن ناحية تانية بيكون مايكل كان متعمد انه يمشي من قدام الكاميرا لانه عارف انه هيقدر يهرب وانهم هيمسكوا اي شبيه ليه. وبيجي اخر يوم يكونوا الاشباه كلهم مع بعض، وبتكون فكرة مايكل انهم يلبسوا كلهم نفس اللبس وكل واحد بيسافر. وبتروح الشرطة على بيت مايكل وبيلاقوه، وبيقدر انه يتخلص من واحد ورا التاني ورا التالت ورا الرابع، والعدد بيكون كتير قوي، وبيهرب منهم في الاخر. وبيطاردوه رجال الشرطة وبيقدروا انهم يحاصروه، وبيتم اعتقاله بعد ما بيضربوا عليه رصاص. وبيصحى سيدو تاني يوم على خبر اعتقال مايكل وبيعرف اسمه الحقيقي. ولكن لما بيتابعوا الاخبار ان ايده فيها صباع سادس، وللاسف ده ما بيكونش في مايكل وبيكون اعتقله مانجو بداله. ومن ناحية تانية بنشوف مايكل وهو ماشي منتصر انه ما اتقبضش عليه. وبنروح لمانجو وهو في المستشفى، وبيجي واحد وبيقوله انه عارف انه مش مايكل، ولكن لو قال اي حاجة هيقتله ويقتل عيلته بنفس الطريقة. وبيكون ده من ضمن الضباط واللي بيوصل الاخبار لمايكل. وبيسأل المحقق عن قصة بيبن او مايكل يعني، وبيبدأ يحكي له انه ملقب بتاجر الموت، وانه بيقدر يقتل اي حد بدون رحمة، الاب قصاد اولاده والام قصاد اولادها. وبيكمل وبيقول له انهم عرفوا انه جيش التحرير الصيني بيدعمه علشان يبيع لهم اسلحة لتفجير الهند ونشأ الحرب بين الدولتين، وان حتى رجالته اتخلص منهم كلهم. لما سمع في مرة اننا عرفنا مكانه فحاول يتخلص من كل الادلة. وبيجي خبر للمحققين ان بيبن فاق، وبيسألوه على مكان مخزن السلاح، ولكنه مش بيرضى يتكلم بسبب تهديد الضباط ليه. وبنشوف الممرضة وهي بتديله سماعة بلوتوث وبتقوله يتكلم مع سيدو، وفعلا بيعمل كده. وبيحكي له انه هو سيدو المقصود، لانهم لما مشوا اتبدلت تليفوناتهم مع بعض، ولقى مايكل بيتصل عليه على اساس انه سيدو، وبيقول له على عنوان اللي يجيله فيه. وبيتفاجئ ساعتها باللي حصل من الشرطة، والضابط اللي بيهدده هو ده اللي ضرب عليه الرصاص. ويفتكر سيدو كلامه معاه اخر مرة وهو بيقول له انه مش جزء منه وبقى هو نفسه. وبيجري يروح على بيت اهله وبيلاقيه قاعد وسطهم على اساس انه هو سيدو، وبيحكي لهم انهم قبضوا على شبيهه وهو قلقان جدا. وبيقرب من خطيبته، وفجأة بيحس بوجود حد معاهم في البيت وبيطلع يشوف فيه ايه، ولكن سيدو بيقدر ان هو يستخبى. وبعدها بنشوف سيدو مع خاله وبيحكي له اللي حصل، وبيطلب منه انه يحاول يساعده في انهم يوقعوا مايكل. وتاني يوم بيروح خاله لبيتهم علشان يعرف اخبار تحركاتهم. وبتيجي ايشكا وبيقول له على حصل في البيت. وبعدها بنشوف ايشكا مسافرة علشان فرح صاحبتها وبتاخد معاها بيبن. وبعد ما بيخلصوا الاحتفال بيكون عايز يدخل معاها الأوضة، ولكنها بترفض وبتقول له هتغير هدومها وتيجي على طول. وأول ما بتطلع بنلاقي سيدو هو اللي مستنيها وبياخدها معاه في العربية وبيروح على المناسبة بتاعة صاحبتها. ومن ناحية تانية بيكون بيبن عارف ان سيدو ظهر وبيبقى متعصب جدا، وبيروح على عنوان صاحبتها اللي في المناسبة وبيلاقيهم واقفين مع بعض، فبيخرجوا معاه السلاح. ولما بيقف يتكلم معاه بيتعامل سيدو على اساس ان هو مانجو، وبيتكلم مع مايكل على اساس ان هو سيدو. وبيبدأ يصدقه مايكل لما بيشوف صباعه السادس. وبيروح سيدو على البيت وبيكتشف تأشيرة سفر باسمه، وان مايكل انتحل هويته علشان يسافر لأمريكا. وبنشوف مايكل مع اهل سيدو في البيت وبياكل الوجبة اللي بتجيب له حساسية، وبيشك الاب وبيفضل يفكر في انه ممكن ما يكونش ابنه فعلا. وفعلا بنشوفه تاني يوم وهو رايح عند خال سيدو وبيطلب منه انه يتصل بسيدو، وما بيكونش عارف يعمل ايه. ولكن للاسف بيكتشف ان اللي في البيت ده يبقى مايكل، وبيفضل يوبخ ابنه لانه جاب لهم شيطان البيت. وبيتفق معاه ابنه انهم لازم يوقعوه ويخرج مانجو من السجن. واخر الاسبوع واثناء ما بيكونوا كلهم مع بعض ومسافرين لاتمام مراسم العرس بيكتشف مايكل حقنة المخدر اللي في جيب الاب، وبنعرف انه عايز يخدره عشان يسلمه لوكالة التحقيق. ولكن خطتهم بتفشل ومايكل بيقدر يهددهم بسيدو وبيقول لهم كده وبيعنف الاب، وبيطلب من سيدو ان يبقى مكان مانجو وبيوافق. وبعدها بيجي اتصال لمايكل من الضابط اللي تبعه بيعرفوا فيه ان سيدو هيسلم نفسه، وبيوصيه مايكل انه المرة دي يقتله. وبتحصل مطاردة طويلة ما بينهم، وفي الاخر واخيرا يعني بيموت الضابط. ولسه مايكل هيقتل الاب، ولكن بنلاقي سيدو جاي عليه وبتبدأ المعركة ما بينهم اللي بيكون اخرها ان مايكل بيتخدر وبيتم القبض عليه. ولكن كالعادة بيستخدم مايكل الحيل الاستفزازية علشان يقدر يستخدم السلاح ويهرب منهم. وفعلا بيهرب وبيروح على بيت خال سيدو، وبيكون مانجو عنده وبيخرج مانجو
مانجو من الحمام بيلاقي مايكل بيهدده بخال سيدو، ولسه هيتكلم بيطعنه مايكل بالسكين في رقبته وبيهرب مانجو، ولكن بيقدر يجيبه وبيضربه بمنتهى العنف وبيوصل لسيدو، وبنشوف مايكل وهو بيضرب عليه الرصاص وبيبدأوا المعركة مع بعض، ولكن لأن سيدو بيكون متصاب بالرصاص ما بيقدرش على مايكل، وبنلاقي مانجو بيضرب عليه النار ولكن بتصيبه في كتفه بس وبيقدر ياخد السلاح منه، وسيدو بيحاول يجي يدافع عنه وهما التلاتة بيقعوا من البلكونة، وبيمسك مايكل مانجو وبيحاول يخنقه وبيوقعه بعيد، وبتبدأ معركة جديدة من تاني ما بين سيدو ومايكل، وسيدو في الآخر هو اللي بيفوز لما بيضربه بالرصاص. وبينتهي فيلمنا واحنا شايفين إن أيشكا وسيدو متجوزين، وبنلاقي الموقع الإلكتروني جاب شبيه رابع لسيدو. وبكده بيكون خلص فيلمنا النهاردة. أتمنى الفيلم يكون عجبكم، يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. باي.